السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الصف الثاني الثانوي العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض شرح مادة الجغرافيا. هنبدأ بالدرس الثالث في الوحدة الثانية، الموارد المعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها. بيقول لي واحد، المعادن خصائصها توزيعها. خصائص المعادن اللي في الدنيا كلها، بيقول لي المعادن مورد غير متجدد قابل للنفاذ، يعني المعادن ممكن تخلص. يمكن إعادة استخدام المعادن، يعني المعادن دي ممكن ما بنستخدمها نعمل لها إعادة استخدام مرة أخرى من خلال إن إحنا بنسيحها أو بنعمل لها عملية صهر وبنشكلها من جديد، يعني بعد كأنها خردة وبنشكلها من جديد. بيقول لي بعد كده يرتبط تكوين المعادن وانتشارها بطبيعة الحركات الباطنية للقشرة الأرضية، يعني المعادن دي أصلا مرتبطة بالصخور والجيولوجيا وطبيعة الانكسار والصدوع اللي بتحصل في الأرض. توجد أغلب المعادن في باطن القشرة الأرضية، والقليل يوجد فوق السطح مختلط بالصخور. دي خصائص المعادن. العوامل المتأثر في الإنتاج المعدني، بيقول واحد، نسبة المعدن في الخام. يعني هو بيطلع خام كده كتلة كبيرة مثلا من الحديد، نسبة المعدن فيها بتفرق. يعني مثلا ما هو مش كل اللي بيستخرج بيبقى معدن، يعني ممكن نطلع كتلة كبيرة قوي قد المدرسة دي وفي الآخر نسبة الحديد اللي فيها إن هي مثلا 60%. فعلى حسب بقى، كل ما بتزيد نسبة المعدن كل ما بتبقى المعدن مهم، كل ما في الخام. يعني كمية الاحتياطي، اللي هو يعني ايه الاحتياطي؟ اللي هو المخزون اللي بيبقى في باطن الارض. فالعلماء وبتوع الاقتصاد طبعا بيهتموا بتقدير كمية الاحتياطي من اي معدن عشان نعرف كمية المخزون منه في باطن الارض. على اساس ده بنحدد العمر الافتراضي وهي هتكفي كام سنة. بعد كده الموقع الجغرافي للخام او للمعدن. طيب يعني الموقع الجغرافي ده ممكن نتكلم عنه من حيث حاجتين اتنين، يعني ممكن هو قريب ولا لا. طب هو قريب من سطح الارض ولا لا؟ يعني قريب من وسائل المواصلات ولا لا؟ طيب هل هو مثلا على عمق كبير جدا ولا على عمق قريب اللي هو قريب من السطح ولا لا؟ ده برضه بيأثر في أهمية المعدن. أهمية المعدن نفسه بتختلف طبعا، يعني المعدن مش كل المعادن زي بعض، في معادن مهمة جدا في الصناعة ومعادن مش مهمة. يعني زمان كان الذهب والفضة بيستخدموا على نطاق كبير جدا في الصناعة في العملات المعدنية، بس مع اكتشاف مناجم غنية بالذهب قل الاعتماد على الفضة طبعا، ومع اكتشاف الحديد والحاجات دي قل الاعتماد على الذهب طبعا، ومبقاش في طلب عليها كتير في الصناعة. المناخ بيأثر طبعا في عملية التعدين جدا. منطقة فيها مطر كتير جدا، منطقة فيها تلج، منطقة فيها حرارة شديدة، دي بتعطل عملية التعدين وبتبقى صعبة جدا. طبعا عملية التعدين والبحث والتنقيب عن المعادن بتحتاج إلى فلوس كتير جدا، بتحتاج إلى تقنيات عالية جدا، رؤوس أموال ضخمة جدا. كل ما توفرت هذه العوامل أدى إلى أهمية المعدن أو قلة أهميته. توزيع الجغرافي للموارد المعدنية. ضمن خريطة كده هي للعالم بتورينا طبعا توزيع المعادن في العالم. العلامة دي طبعا دي اسمها مفتاح الخريطة، اللي من خلالها بنعرف كل رمز بيدل على ايه. بصها كويس، يقول لي اهم المعادن بالعالم واماكن انتشارها. وانا اهم المعادن او اكتر معدن اهو اللي هو زي ما انتم شايفين كده، وتطلع وتستنتج عشان طبعا عارفين الامتحان والاسلوب الجديد بيعتمد على الاستنتاج. تمام. خش على النقطة اللي بعد كده. طبعا هو جايب لي جدول اهو، بيقول لي اهم الدول في انتاج المعادن. بص على الجدول كويس ونطلعها احنا طبعا. بعد كده يقول لي اهم المعادن الموجوده عندنا في الوطن العربي. احنا عندنا في الوطن العربي 22 دوله عربيه. هنشوف انتاج كل دوله واكتر دوله في انتاج كل معدن. اول حاجه الحديد طبعا خدناها كتير جدا في ثانيه اعدادي في ثالثه اعدادي، وعارفين ان موريتانيا اولى الدول العربيه انتاجا له، بتنتج ثلثي الانتاج العربي. طبعا موريتانيا دي دوله ناميه ما تعرفش تصنعه، فبتقوم بتصديره
إلى الدول المتقدمة. تمام. وتأتي مصر في المرتبة الثانية طبعا بعد موريتانيا في إنتاج الحديد. كده المنجنيز، المغرب تصدرت المرتبة الأولى تقريبا في إنتاج المنجنيز، يليها مصر. فوسفات برضو المغرب مقدمة الدول العربية، بعدها تونس ثم الأردن. الرصاص والزنك دول موجودين، يعني لازم يكونوا موجودين مع بعض في الطبيعة، وتركز انتاجهما في دول المغرب العربي. المغرب برضو أولى الدول العربية للمعدن. من أهم الدول المنتجة طبعا تونس والجزائر، سلطنة عمان، السعودية. طبعا مش هننسى تاني وافكر كل شويه ان احنا بنبص كده واحنا ماشيين على المعلومات الاسرائيليه اللي في الكتاب، او طبعا هيبقى في وسائل تانية او في مناطق تانية هنجيب منها معلوماتنا. طبعا مفيش كتاب مدرسه هينزل، بس احنا بنشرح منه لان لسه مفيش حاجه نزلت لحد دلوقتي. المشكلات اللي تواجه عمليه التعدين: انخفاض كميه الاحتياطي، قله رؤوس الاموال، مفيش تدريب ولا فيش قوه عامله مدربه. اساليب واداره تنميه الثروات المعدنيه طبعا: واحد، ان احنا لازم نتوسع في البحث والتنقيب عن المعادن واستخدام التقنيات الحديثه. البحث عن بدائل للمعادن، طبعا نشوف بديل للمعدن، فالبلاستيك فعلا بقى بديل للمعدن في صناعات كتيره جدا. رفع كفاءه الموارد البشريه، زي نجيب حد وندربه ونعمل عندنا خبره فنيه عاليه جدا. نقلل من تصدير الخامات المعدنيه ونصنعها احنا هنا في بلدنا. اعداد خرائط تعدينيه استثماريه لكل دوله، بقى عندنا خرائط تورينا مكان كل معدن فين، وكيفيه البحث وكيفيه استخراجه. مصادر بعد كده غير المعادن، في حاجه اسمها مصادر الطاقه. عارفين ان مصادر الطاقه اللي هي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. جايب لي برضو جدول او رسم بيان استخراج البترول اهو لكل دوله. طبعا اكتر دول عربيه انتاج البترول معروف طبعا السعوديه. بعد كده اتكلم عن الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي طبعا هو البترول رقم واحد، الغاز الطبيعي المصدر الثاني. والوطن العربي طبعا في جناح افريقي وجناح اسيوي. بيقول الجناح الافريقي بينتج كام، الجناح الاسيوي هو بينتج كام. طبعا خلي بالنا من الحاجات دي اللي بتيجي في الامتحان. قطر في المركز الاول كأولى الدول العربيه، بعدها السعوديه. فحم الحجري اللي هو الفحم: يوجد معظم فحم العالم في تكوينات العصر الكربوني، احد عصور الزمن الجليدي الاول. ده طبعا تاني ثانوي. الوطن العربي من المناطق الفقيره في انتاج الفحم الحجري. فقيره ولا غنيه؟ لا طبعا فقير جدا. بعد كده بيقول لي اقتصر انتاج الفحم الحجري على الجناح العربي الافريقي دول المغرب العربي، وتاتي مصر في المركز الثاني. أهمية مصادر الطاقة الحفرية سواء البترول والغاز الطبيعي أو الفحم: واحد، مصدر أساسي لتوليد الطاقة، مصدر الدخل القومي، مصدر للعديد من الصناعات. طبعا نقرا دعوة للتفكر ونقرا الأسئلة اللي هي فيها نقش معلمك والحاجات دي. بيقول لي مصادر الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة النظيفة: طاقة الرياح. مصر وطاقة الرياح طبعا مهم جدا. الجدول ده بيجي لك كده في الامتحان، بيسألك في الشكل ده بالظبط كده. دي اهو توليد الرياح من الكهرباء من الرياح. واللي قدمت مصر نموذج رائدا في توليد الكهرباء من الرياح، حيث قامت بإنشاء محطة رياح الزعفران على ساحل البحر الأحمر على مسافة 80 كيلو متر. نجيب له هنا رسم بيان اهو. نقول تطور إنتاج محطة كهرباء الزعفران سنة كام كان كام لحد ما وصلنا للإنتاج الكبير ده. طبعا نشوف تطور الإنتاج اهو من الأقل للأعلى مع كل إنتاج، تشوف سنة كام. طبعا سد عالي وتوليد الطاقة الكهربائية. طبعا الوطن العربي يعني عنده مصادر طاقة كهربائية كبيرة جدا بسبب وجود الأنهار والسدود. لأن الطاقة الشمسية والدول العربية فعلا لها معدلات مرتفعة جدا من الإشعاع الشمسي، وقابلة لاستخدام التقنيات الحديثة طبعا. عندي حاجة اسمها الكتلة مصر الطاقة الشمسية برضه أهي. تمام. محطة الكريمات طبعا محطة الزعفران اللي بتولد الكهرباء، أما دي محطة الكريمات. تمام. وتقرا طبعا دي كويس جدا توليد الطاقة الشمسية في مصر. الكتلة الحيوية طبعا أهم مصادر الطاقة التي يعني ظهر استخدامها في القرون الماضية، خاصة قبل ظهور البترول. وتتكون الكتلة الحيوية من مخلفات المحاصيل الزراعية. الكتلة الحيوية اللي هي مخلفات المحاصيل الزراعية: الخشب، روث الحيوانات. ركز استخدام الكتلة الحيوية في الوطن العربي في المغرب. في عندي الوقود الحيوي اللي هم بدأوا يعني اللي هو يعني البترول لما سعره ارتفع بدأت الناس تلجأ لمصادر طاقة تانية زي الوقود الحيوي. تجد كثير من دول العالم إنتاج الوقود الحيوي كبديل للوقود الحفري، وذلك الحفاظ على
البيئة طبعا المصدر نظيف، وأن أسعاره في أقل جدا جدا من أسعار البترول العالمية. تمام. وده نبات المنجروف أهو، أو الجطروفة، ودي من النباتات اللي بيستخدمها في الوقود الحيوي. الأساليب الفنية أو المتبعة، خلي بالك من التجربة البرازيلية في إنتاج الوقود الحيوي. طبعا البرازيل بتستخدم قصب السكر لإنتاج وقود الإيناثول كوقود حيوي. تمام كده. الأساليب المصنعة بيقول لك عدة أساليب تنمية مصادر الطاقة، زي رفع الوعي وترشيد استهلاك الطاقة، رفع كفاءة الطاقة لحد من غازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. لازم نتوسع في الطاقة النظيفة والوقود الحيوي طبعا، ونقلل من الحفري. إعداد مواصفات قياسية لبعض الأجهزة الكهربائية منزلية بتقلل من استهلاك الطاقة طبعا، توفر في الكهرباء. تطوير التشريعات والآليات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. تمام. وكده يبقى خلصنا من الدرس ومن الوحدة. ويعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وأن تكون مادة سهلة على قلبكم إن شاء الله، وربنا يوفقكم فيما هو قادم، ونتقابل مع بعض إن شاء الله في الدرس القادم.